ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا الصينيه دي والله عملتها اكتر من 4 مرات من سهولتها وحلاوتها. باي خضار عندنا، حاجه مفيده عشان اولادنا، كلها خضار وفوايد كتير قوي. اول حاجه هنسمي الله، هنجيب صينيه عندنا ننزل فيها ببصلايه متقطعه مكعبات جوانح، اي حاجه انا مقطعاها جوانح. هنزل عليها برشه من الملح ورشه من الفلفل، وابدا ادعك كده في البصل لمده دقيقه كده لحد ما ريحه البصل تبان عندي. ومش هنكتر الملح ولا الفلفل عشان لسه هنحط تاني. كده عندي خلاص ريحه البصل بانت. هنجهز بقى الخضار. انا غاسله بطاطس ومقشراها ومقطعاها مكعبات عادي، عايز اقطعها دواير عادي، انا مقسماها كده عشان البطاطسيه كانت كبيره. هنزل عندي برضو بكوسه متقطعه ومغسوله كلها حجم واحد، وجزر. هنزل بطماطمايه متقطعه مكعبات، وقرن فلفل اخضر متقطع مكعبات، 3 فصوص من الثوم. هنزل بمعلقتين كبار من معجون الطماطم او معلقتين صلصة، او لو عايز تضربي طماطمتين في الخلاط وتنزلي بيها عادي مفيش مشكلة. هنزل بقى بالتوابل هكتبها لكم في التعليقات. هنزل بمكعب مرقة. هبدأ بقى ادي كل ده كده تقليبة مع بعض كويس، اقلب كويس، اغلف الصلصة مع الخضار. هقولك بقى على تركاية، ومش هنحط زيت خالص فيها. هنحط حتة دهنة من بتاعة الجزار وحتة زبدة، هتخلي ريحتها وطعمها في حتة تانية خالص. انا حطيت نص معلقة كده صغيرة من الزبدة، وهجيب حتة دهنة هقطعها برضو كده حتت صغيرة، عايز تبشريها مفيش مشكلة. ونزلت فيها كده بقت جاهزة عندي. هحطها بقى على النار، اغلي في مقدار 3 كوبايات من المية الكبار. انا محتاجة بس ان انا اغطي وشها، انا عايزة اغطي وشها بس مش اكتر. واول ما تاخد غلوتين هبدأ بقى اوطي عليها واغطيها واسيبها بقى مع نفسها خالص. هي مش هتكمل معاكي ان شاء الله يعني نص ساعة بالظبط هتبقى جاهزة. كده بعد نص ساعة عندي بقت جاهزة، ممكن تاكليها كده وممكن تحمريها في الفرن. انا حمرتها في الفرن.